اكشن. احنا في الميكنج حاليا بتاع مسلسل اعمل ايه. انا وصابرين عندنا 4 بنات زي القمر مختلف فتخيل بقى راجل بقى عنده 4 بنات ومراته، فاعمل ايه يعني؟ هتصرف ازاي؟ هو دي فكره الاشخاص. عبد الله الفلاني لان الفلاني دي عليها حكايه بقى كبيره، ودايما واحد عارف لما بيتكتب اسمك فكل مره في المصلحه تقول له لا يا فندم مش الفلاني، يعني العلاني ولا الفلاني، فتقول له انا حاجه انا اسمك كده طول الوقت. مهندس صوت هو زي بيحب ماسبيرو جدا وبيشتغل فيه طول عمره. هو معاه بقى حاجته، يعني عنده بتاع والمايك بيبقى عندهم كده جيليات بيلبسوها، عارف اللي فيها جيوب كتير. اعمل ايه شامله؟ اعمل ايه؟ هنام ازاي؟ انا عندي 4 بنات وعايز استرهم وعايز اكلهم بالحلال وعايز اعلمهم القيم بتاعت الحلال والصح والشرعي والمشروع. والحياه بترمي في اتجاه تاني، او الشيطانه من كل ناحيه. اعمل ايه هو مسلسل كوميدي، لايت كوميدي اجتماعي، بيحل مشاكل البيت المصري بشكل جديد. خالد الصاوي عسل، يعني محمد الحناوي كاتبه بشكل ناعم وسلس وجميل، وتحس ان كل المشاهد اللي موجوده فيه فعلا في بيتنا يعني. بعمل دور مامة خالد الصاوي وبنتي عنبة وست رفية من الفيوم. عجبني الدور انه في اختلاف عن الادوار اللي انا عملتها، ويعني في احاسيس حلوة بين الست الجامدة وفي نفس الوقت عاطفية، ويعني في احاسيس حلوه. يعني اول مره بعمل دور كده يعني، وبعدين لقيته فيه تمثيل حلو، يعني لقيته فيه حلو، يعني يطلع حاجه حلوه يعني. المسلسل ده كلنا مشتركين في الحدث مع بعض، بنبقى قريبين قوي من بعض في اغلبيه الاحداث. يعني حتى ما بقى قاعد في الدكانه بتاعتي مع ابني بيجي لي خالد وبيجي لي ولاد خالد وبيجي لي الناس يعني المسلسل كله مربوط في بعضه، حميمي كله في بعضه. مفيش شخصيات كده بتقعد لوحدها كتير ولا تفكر لوحدها كتير، لا الشخصيات كلها قريبه مرتبطه ببعضها. بقالنا كتير ما بتشوفش التمات دي اللي هي تخليك تدعوك الى التفكير والتامل. يعني اللي فضل منه على الاقل هنشوفه، اللي ما فضلش خلاص بقى ملناش دعوه بيه، بقى هنعمل ايه يعني؟ خلاص امر الله حصل. دوري انا مفروض مصريه فرنسويه، يعني والدي مصري ووالدتي فرنسويه، ومفروض انهم هاجروا وهي اتولدت في فرنسا، بس ابوها من عشقه في مصر علمها تتكلم عربي، تتكلم عربي مكسر شويه كده. المفروض ان هو جار والد الاستاذ خالد، الاستاذ عبد الله الشخصيه. فهي بترجع تاخد شقه والدها، ورثها يعني تبيعها. ما اقدرش اقول ايه الاسباب يعني عشان ما نحرقش، بس عشان عندها ظروف خاصه يعني هنعرفها في احداث المسلسل. فكل اللي هي عايزاه تبيع الشقه وتمشي يعني. دور عنبه اخت استاذ خالد الصاوي، بتحصل مشاكل وبتحصل حوارات، وعندها هي مشكله بتحول القصه، وبعد كده تقعدوا معاهم في البيت، وعنبه بقى مواقفها الطريفه ظريفه في البيت عنده. هي بنت يعني مش ريفيه قوي، بس هي من ريف من الفيوم، فكنت بدور على ناس يعني تبقى حد بيتكلم حاجه فيومي علشان اعرف هم بيتكلموا زي، هم مش بيتكلموا زي الدلتا اللي هم اول خط الصعيد، فكان لازم اعرف برضو بيقولوا الجيم بيعطشوا، لا يعني ابقى فاهمه الدنيا يعني. عاوزه اشوف الفيوم الناس بتلبس ايه، بتتعامل ازاي، بيتكلموا ازاي. قعدت طلعت فيديوهات بصراحه كتير، كنت عاوزه اروح، بس يعني زمايلي اللي من الفيوم قالوا لي لا مفيش مشاكل، احنا هنظبط معاكي. بقى يكلمني مامته وخالته ومامة صاحبه، وكلمت العيله كلها عشان اسمع اللغه واللهجه وبيقولوا ايه وبيلبسوا ايه والدنيا ايه. احنا عيله لطيفه، كلنا كده، الموضوع فاميليير قوي. استاذ خالد واستاذه صابرين واحنا ال4 البنات، انا البنت الكبيره اكبر واحده فيهم، وهم طبعا بقى اخواتي البنات اللي انا بحاول اشوف معاهم لو حد عنده مشكله، لو حد الاخت بقى الكبيره العاقله وكده والرزينه. فدي حاجه جديده عليا، ما عملتش ده قبل كده، فدي بالنسبه لي حاجه لطيفه ان انا ابقى الاخت الكبيره. بلس ان هي
اقرب واحده لباباها. فدي حاجه برضو بالنسبه لي سبيشال قوي. دي يعني من الادوار اللي بحسها بتاثر قوي في الناس، البنت القريبه قوي من اهلها او اللي هي فاميليير قوي، مش اللي هو بقى في السن ده معظمهم بيكونوا بقى مع صحابهم اكتر وبتاع. لا، شاديه قريبه قوي قوي من باباها، فيها منه كتير جدا. اسمي شاديه. عامله دور فايزه، هي بنوته مسترجله، ما اقدرش اقول اكتر من كده. بتخانق معاهم كلهم والله، يعني هو شخصيه بتعترض على كل حاجه في حياتها، ويعني ملهاش بقى في الحب وحاجات البنات دي وبتاع وكده. طول الوقت عامله لهم مصايب، يعني طول الوقت بعمل مصايب وبعمل مشاكل وبتخانق مع الناس وبتاع وكده. بعمل شخصية نجاة، البنت إيناس وعبد الله. ليا 3 إخوات، شادية وفايزة وسومة الصغيرة. نجاة الكيوت بقى اللي فيهم، اللي بتحس قوي أكتر حاجة كده. أقرب واحدة لماما، يعني اللي بتعرف تاكل بعقلها حلاوة، اللي هو نبي ماما متزعليش. المسلسل بدأ عرضه في شهر سبتمبر الماضي، ولقى تفاعل كبير مع الجمهور، ووصل للمركز السابع في محرك البحث على جوجل أثناء فترة عرضه. وتصدرت الحلقة رقم 44 الترند على السوشيال ميديا، وهي الحلقة قبل الأخيرة اللي بيعترف فيها خالد الصاوي لبنته اعتراف بيكون مفاجأة وبيقلب أحداث المسلسل 180 درجة، وأشاد الجمهور بأداء النجمة صابرين في الحلقة. أنا عمري ما شفتك بالقساوة دي كده عليا يا بنتي، حرام عليكي، حرام عليكي. إيناس حرام عليا، أنا اللي ارتكبت الجريمة وأنا اللي بدفع ثمنها دلوقتي. جريمة إيه يا بابا؟ جريمة إيه يا بابا؟ هو أنت عايز تقول إن أنت اللي قتلت الراجل ده؟ قتلت إيه وهبل إيه؟ أمال جريمة إيه اللي حضرتك ارتكبتها؟ جريمة التزوير، صح؟ مش هو ده قصدك؟ ما أنا طول عمري بعرف اللي في قلبك من قبل ما تقول، وطول عمري ماما بتقول إن أنا منقوشة منك وعارفة كل حاجة جواك. اسمعيني بقى وسيبك من الكلام الفاضي ده. مش عايزة أسمع ولا كلمة. أنا عايزة أسمع حاجة واحدة بس، الكلام اللي أنا قريته ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.